أمازيغي من قبائل الصنعاجة من أبرز ملوك المرابطين. ولد سنة 1010. دامت حياته حوالي قرن من الزمن، حكم منها 47 سنة، أي من 1061 ميلادية إلى 1107 ميلادية، وهي السنة التي توفي فيها. ويرجع الفضل إلى زوجته زينب النفزاوية الجميلة والداهية والمتفطنة، حيث كتب عنها ابن خلدون بأنها كانت إحدى نساء العالم المشهورات بالجمال والرئاسة، وكانت تدعى بزوجة الملوك لأنها كانت زوجة أبي بكر بن عمر اللمتوني ابن عم يوسف بن تاشفين، الذي طلقها بعد أن اضطر إلى الرحيل أو الانتقال إلى الصحراء نظرا إلى الحروب بها. وهي امرأة طموحة لبيبة ذات رأي وحزم، لا ترضى من الرجال إلا بذوي الهمم من الملوك، وكانت تلقب بالساحرة أو الكاهنة، كما جاء في كتاب الاستقصاء للناصري. وبدون إطناب عن زينب النفزاوية، لأننا سنخصص لها فيديو خاص عنها، نظرا لدورها الفعال في شخصية وحكم وتسيير الدولة المرابطية على عهد زوجها يوسف بن تاشفين. كان يوسف بن تاشفين حازما في تسيير شؤون الحكم وقائدا عسكريا محنكا، وعرف عنه بأنه بسيط العيش في مختلف مظاهر حياته. كان يوسف بن تاشفين حازما في تسيير شؤون الحكم وقائدا عسكريا محنكا، وعرف عنه بأنه بسيط العيش في مختلف مظاهر حياته من ملبس ومأكل ومشرب ومقام. وامتاز بتشبته بالمذهب المالكي ومشورته المستمرة للفقهاء والعلماء. وشرع يوسف بن تاشفين في تدعيم السلطة المرابطية باتخاذ مراكش عاصمة لحكمه، وأمر بالاستمرار في بنائها بعد أن كان سلفه أبو بكر بن عمر اللمتوني قد أسسها. بنى يوسف بن تاشفين بمراكش دارا لإقامته، مسجدا للصلاة، وحيا يحتوي على مساكن لأمراء المرابطين وقادة الجيش، وقصبة لإيواء الجنود وخزن السلاح وحماية المدينة. قد كان يتكلف بمهمة مراقبة قبائل المصامد المقيمة بجبال الأطلس الكبير الغربي، كما أقام نواة لأحياء سكنية وتجارية للوافدين على المدينة، وجلب إليها الماء بواسطة الخطارات انطلاقا من سفوح الأطلس الكبير. وتم استصلاح الأراضي المجاورة لمراكش وزراعتها وسقيها من أجل تغذية السكان وتوفير حاجياتهم الضرورية. أما فيما يتعلق بتأسيسه للجيش، فيوسف بن تاشفين ألف الجيش المرابط في فرقه الأساسية من أبناء قبائل الحلف الصنهاجي، والحقت بهم فرق مساعدة من الزنوج الأفارقة، ومن بعض قبائل المغرب الأقصى من جزولة ومصمودة، من بقايا الفرق العسكرية التي كانت تحت سلطة إمارات بني خزرون ومغراوة. وبني خزرون هذه هي قبائل في مدينة سجلماسة، ومغراوة تتواجد بكل مدينة فاس، ثم أغمات بنواحي مراكش. وبذلك تمكن يوسف بن تاشفين من تشكيل جيش وضع على رأسه قوادا ينتمون إلى مختلف القبائل الموالية للمرابطين، وكان كلما تقدم بقواته في اتجاه الشمال والشرق كلما حسن تسليحها ودقق خططها الحربية، فأصبح الجيش المرابط يتوفر على تجربة وخبرة كبيرتين في الحروب. ووجه يوسف بن تاشفين حملاته العسكرية في اتجاه الشمال والشرق، ودخل فاس سنة 1069 ميلادية، وقضى على حكم مغراوة بها، ثم ضم على التوالي تازة ووجدة وتلمسان ووهران. وبلغت جيوشه مدينة الجزائر بالمغرب الأوسط سنة 1082 ميلادية، فتمكن بذلك من ضم الأطراف الغربية لدولة بني حماد القائمة بالمغربين الأدنى والأوسط، أي تونس والجزائر، والتي كانت تهدد بالتوسع في المغرب الأقصى. وتم ليوسف بن تاشفين توحيد المغرب الأقصى والقسم الغربي من المغرب الأوسط تحت سلطته، وامتدت أراضي الدولة المرابطة من البحر المتوسط شمالا حتى ضفاف نهر السنغال والنيجر عبر الصحراء.